السلام عليكم. بقالنا كتير ما اتكلمناش عن أخبار عالم دي سي، ده لأن ما كانش فيه أخبار أصلا الواحد ممكن يتكلم عليها، ولكن الفترة اللي فاتت ظهرت شوية تصريحات وصور وفيديوهات محدش عارف هي بتدل على إيه، زي إن جيسون موموا لسه مكمل في دور أكوامان، وظهور شخصية جديدة في فيلم فلاش، وممثلين من عالم مارفل هيكونوا موجودين في الخطة الجديدة لعالم دي سي. كل ده وأكتر هنتكلم عليه مع بعض، بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تتأكد إن أنت مشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. طبعا متنساش اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. معاكم محمد وليد، ويلا بينا زي كل مرة نشوف مع بعض أخبار عالم دي سي. طيب خلينا نبدأ بفيلم فلاش اللي زي ما قلت قبل كده، ده يعتبر أكتر فيلم منتظر السنة دي. ظهرت صورة من ألعاب الفيلم بتورينا شخصية جديدة، من المتوقع إنه هيكون الفيلن الرئيسي زي ما احنا شايفين في الصورة دي. فلاش نسخة العالم السينمائي، ونسخة تانية من فلاش بيري ألان واللي اسمه فلاش يونج، وباتمان مايكل كيتن، وبلاك فلاش، ولكنه مش شبه اللي موجود في الكوميكس. وفي احتمالين لظهوره في الفيلم ده. أول احتمال إن ده حاصد للأرواح، ونسختين فلاش اللي معانا من الفيلم هربانين من الموت فهو بيطاردهم عشان كده، أو ممكن يكون بيطاردهم عشان فلاش لعب في التايم لاين، وده الاحتمال الأقرب. ولكن في الحالتين أنا مش عايز أحرق الفيلم على نفسي، وأتمنى طبعا إن الشخصيات الكتيرة اللي هتتقدم في الفيلم ده تتقدم بصورة كويسة، وتسيب لنا طابع إيجابي على العالم السينمائي ده قبل ما ينتهي. طبعا بالنسبة لتاني خبر معانا، وهو إن جيمس جان أكد إن من بعد فيلم The Guardians of the Galaxy الجزء التالت والأخير من السلسلة دي، إن الكاست ده هيشتغل معاه مرة تانية في وظيفته الجديدة اللي هو في عالم دي سي. فيعني من المتوقع اللي احنا نشوف ممثلين زي ديفيد باتيستا وكريس برات جوه الخطة الجديدة لعالم دي سي. فيعني زي ما قلت قبل كده، رأيي في عالم جيمس جان إن هو بيجامل مش بيعمل عالم سينمائي، واللي هيحصل هنا إن عالم دي سي هيتحول لنسخة رخيصة من عالم مارفل، خصوصا مع أخبار الريكاست اللي بقت مش مفهومة لحد دلوقتي. يعني زي ما احنا شايفين في الفيديو ده، جيسون موموا متحمس جدا لخطة العالم السينمائي الجديد، وفي ناس كتير توقعت إن هو خلاص هيلعب دور روبو من بعد ما هيسيب دور أكوامان، ولكن لأ، الراجل طلع وأكد إن هو لسه مكمل عادي في دور أكوامان. فيعني محدش فاهم حاجة، إزاي جيسون موموا مكمل في دور أكوامان، ونفس الكلام على شخصية وندر وومن محدش لسه عارف عنها أي حاجة. وفي ناس تانية مشت خلاص من الخطة الجديدة زي هنري كافيل. فيعني لحد دلوقتي علامات استفهام كبيرة قوي بالنسبة لدي سي ستوديو، وبالنسبة لجيمس جان لسه محدش عارف ايه اللي هيحصل، ولكن أكيد هنعرف في اليومين الجايين تفاصيل أكتر عن الخطة الجديدة. فخلينا نستنى ونشوف مع بعض، وساعتها نبقى نحكم. ولكن لحد دلوقتي كل الانطباعات تعتبر سلبية. بس ده كان كل اللي عندي النهاردة. طبعا أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وكالعادة لو عجبك محتوى القناة وعايز تشوف فيديوهات أكتر ياريت تنزل تحت تشرفنا في القناة وتشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. طبعا متنساش اللايك الجميل. كالعادة كان معاكم محمد وليد، أشوفكم على خيرة الله في الحلقات اللي جاية. سلام.